السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من كورة كل يوم. أول كلامنا وخير الكلام صلي على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيه، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضى بها عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم ارحمنا وارحم مشايخنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فك كرب المكروبين وسد دين المدينين وارزق كل عقيم واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لإمامنا وشيخنا الكبير الشيخ أسامة عبد العظيم محمد حمزة، اللهم ارحمه واجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم القدس في حفظك وأمانك، اللهم رد القدس إلى أهله. انتهى لقاء ذهاب الأهلي في دوري في بطولة أبطال أفريقيا، أبطال الدوري، أمام الوداد بفوز النادي الأهلي 2-1. وكأن الوداد حقق نتيجة المكسب، كأن الوداد هو اللي كسب وصدر للأهلي القلق. الأهلي اللي فاز. افرح أنت أهلاوي، ويلا نقول مع بعض هنجيبها من هناك وهنرجع بيها، ونقول مع بعض أبطالها لحد ما نبطلها. أنا الأهلي ملك أفريقيا، أنا الأهلي ملك مصر، أنا الأهلي ملك كل البطولات، نمبر 1 في كل العالم. أنا الأهلي. أنت مين؟ أنا الأهلي اللي معروف على جميع الأصعدة، محليا وعربيا وأفريقيا وعالميا. أنا الأهلي اللي بعت إعلان على تيشيرت تدريبي ب60 مليون جنيه في 4 سنين، يعني 15 مليون جنيه في السنة الواحدة. أنا الأهلي اللي فيه عقد رعاية للفرق كاملة في السنة ب25 مليون جنيه. أنا الأهلي نمرة 1 غصب عن الكل، مهما تكالبت الأمور، مهما تعاظمت الفواجع والأقدار. الأهلي يحارب من الجميع. ناس كتيرة من المغرب بتقول الأهلي بيشكي وبيبكي وبيتكلم كتير. هفكرك بنقطتين. بطولة الترجي في تونس، لما حسيت بالظلم انت عملت ايه؟ انسحبت وسبت الملعب وتم خسارة البطولة وإهدائها إلى الترجي التونسي ليفوز بها للمرة الثانية على التوالي. النادي الأهلي للوصول للمباراة النهائية في آخر 4 سنين، وللمرة السابعة في آخر 8 سنين. في خلال آخر 8 سنين الأهلي يصل للمباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا للمرة السابعة. حقق بطولتين وخسر 4. كان العامل المشترك فيهم بابلاك سيميا، حكم لقاء الإياب في كل المباريات النهائية. بابلاك سيميا 2017 حكم مباراة الإياب للأهلي المصري أمام الترجي التونسي في رادس، مباراة الثلاثية النظيفة لصالح الترجي التونسي. بابلاك سيميا حكم نهائي دوري أبطال أفريقيا مباراة الإياب أمام الوداد المغربي، وهزيمة الأهلي بهدف لا شيء وتغاضيه عن احتساب ضربة جزاء صحيحة لوزيرية أصارو بعد أن كانوا قد تعادلوا في القاهرة بهدف مقابل هدف. بابلاك سيميا في آخر مباراة يديرها تحكيميا واعتزاله عقب المباراة. بابلاك سيميا يعيد ذكرى العرجون 2007، عبد الرحيم العرجون المغربي، مباراة الأهلي والنجم الساحلي، تدليس وفجر كامل من حكم اللقاء الكاميروني في لقاء الذهاب بسوسة ملعب النجم الساحلي، واحتساب سيموليشن على محمد بركات في الدقيقة 24 من الشوط الأول عقب شده من الشورت ووقوعه داخل منطقة الجزاء واستحقاقه لضربة جزاء وتقاضي الحكم عن ضربة الجزاء واحتساب تمثيلية على محمد بركات وإعطائه الإنذار ليغيب عن لقاء العودة.
وفي العودة توسمنا الخير في عبد الرحيم العرجون حكم للقاء الإياب في النهائي. إذا عبد الرحيم العرجون يتغاضى عن ضربتين جزاء بيقولوا للأعمى عن ضربة جزاء، وحالة طرد عماد النحاس مستحقة. هدف أول للنجم الساحلي من حالة تسلل، وينتهي اللقاء بفوز النجم الساحلي ب3 أهداف مقابل هدف. تقدم النجم الساحلي في الدقيقة 43 من نهاية الشوط الأول بهدف، وتعادل الأهلي عن طريق عماد النحاس في الدقيقة 4 من بداية الشوط الثاني. ضربتي جزاء لمحمد أبو تريكة في الدقيقة 15 من الشوط الثاني والدقيقة 25، وأخرى كان يوجد فيها شك كبير في الدقيقة 43. ترتد بهجمة مرتدة للنجم الساحلي يحرز الهدف الثاني والثالث في الوقت بدل الضائع. هذا هو الفكر التحكيمي، هذا هو التحكيم الفاسد الذي نتحدث عليه. معتز إبراهيم ابن عبد الحكيم الشلماني اللي أخفى لقب العيلة عن الجميع وما بيذكروش. عبد الحكيم الشلماني هو رئيس الاتحاد الليبي، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الليبي، وموعود بمنصب في المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي. عبد الحكيم الشلماني معتز الشلماني يتغاضى عن احتساب ضربتي جزاء للنادي الأهلي في الدقيقة 6 من بداية اللقاء والدقيقة 24، ويحتسب ضربة جزاء غير صحيحة في الدقيقة 19 ويتدخل الفار، ويتغاضى عن طرد يحيى عطية الله في الدقيقة 78 عندما منع بلمسة يد انفراد لثنائي النادي الأهلي بيرسيتاو وحسين الشحات، ومن خلفهم محمود عبد المنعم كهربا من منتصف الملعب بالظبط. الناس اللي طلعت وقالت سواء من التحكيم المصري واللي اشادوا بمعتز الشريف الشلماني بمعتز ابراهيم الشلماني واشادوا بيه وقالوا ان هو كان حكم عادل، وقالوا ان ضربة الجزاء دي بتتعامل على المسافة. لا، في الدوري الألماني ضربة ركنية لأحد الفرق والكورنر يتلعب وتتقطع الكرة وانفراد من على حدود قوس ال 18 للفريق الآخر، ينطلق بالكرة ويركل الكرة للأمام وفي طريقه إلى المرمى، وإذا بأحد اللاعبين من الفريق المنافس يتم جذبه من التيشيرت. حكم اللقاء لا يتردد في إخراج الكارت الأحمر، والفار يراجع ويؤيد على تقرير الحكم وعلى قرار الحكم. هيثم كيرات وهشام كيرات التونسيان ومصطفى غربال حكام فار ظلمة. الفار لم يتدخل، كان لا يجب على الفار أن يتدخل في 4 حالات في هذا اللقاء. ضربة الجزاء التي احتسبها معتز الشلماني بالخطأ على للنادي الأهلي وكانت غير صحيحة، وتدخل الفار لإلغائها، وكان يتوجب على الفار التدخل في 3 لقطات أخرى: ضربتي الجزاء لحسين الشحات وحالة طرد يحيى عطية الله. لم يتدخل الفار نهائيا. إذا الفار وحكم اللقاء هم حكام مسيسون لتسيير اللقاء حسب التوجه المغربي. الأهلي غدا الأربعاء إن شاء الله في طريقه إلى كازا، وغدا الأربعاء عواصف رملية شديدة وأتربة. ربنا يستر إن شاء الله، والبعثة تصل بسلام الله إلى كازابلانكا، وربنا يستر على الجميع في مصر هنا، والعواصف الترابية اللي موجودة غدا إن شاء الله لا تكون مؤثرة كما حدث يوم الخميس الماضي بحالات الوفاة التي حدثت نتيجة سقوط الإعلانات على المواطنين المصريين ووفاتهم. نحتسبهم عند الله شهداء. ربنا يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم فسيح جنته. الأهلي إلى كازا للعودة ب11. أنا هفكرك بحاجة. في 2005 الأهلي يمسح بالزمالك طول وعرض الملعب ويفوز على الزمالك ويكتفي بالفوز على الزمالك ب2 مقابل هدف وحيد.
وأضاع الأهلي في هذا اللقاء ضربة جزاء عن طريق أمادو فلافيو تصدى لها محمد عبد المنصف. الزمالك احتفل في المباراة وتم بعقب المباراة وقال في لقاء العودة سوف نفوز، رغم ان المباراة دي كانت على أرض الزمالك. يعني لازم الزمالك يكسب في الأهلي، يحرز في الأهلي في ملعب الأهلي بهدفين. وتم صرف مكافأة إجادة للاعبي الزمالك. لقاء العودة الأهلي يمسح بالزمالك الطول والعرض ويكتفي بالفوز بهدفين مقابل لا شيء. الفوز في مباراة نصف نهائي البطولة الأفريقية 2005 ذهابا إيابا 2-1 و2-0. الأهلي لأول مرة في المباراة النهائية في 3 نهائيات يحقق الفوز على الوداد المغربي. اللقاءات السابقة 3 لقاءات في النهائيات. التعادل في القاهرة بهدف مقابل هدف عقب التقدم لمؤمن زكريا في الدقيقة الثالثة بهدف نظيف، ربنا يشفيه ويقومه بالسلامة من المرض اللي هو فيه. وتعادل لبن شرقي في الدقيقة السابعة. والعودة في لقاء الإياب في كازابلانكا وفوز الوداد المغربي على الأهلي بهدف نظيف. المباراة الثالثة وكانت مباراة نهائية من كان النهائي من مباراة واحدة فاصلة أقيمت في كازابلانكا في استاد محمد مركب الخامس بالمغرب. كلنا عارفين الظروف اللي كان فيها اللقاء، واستطاع الوداد المغربي أن يفوز على النادي الأهلي 2-0. لعيبة النادي الأهلي في هذه المباراة كانوا مهزومين نفسيا أكثر من أنهم كانوا مهزومين فنيا. الأهلي في تلك المباراة أضاع 5 أهداف تصدى ليهم أحمد التكناوتي في آخر 10 دقائق من اللقاء، كانوا كفيلين بالتعادل للنادي الأهلي على الأقل. رابع مباراة في النهائيات هي المباراة هذه التي فاز فيها النادي الأهلي. إذا المحصلة حتى الآن في النهائيات 4 مباريات 4 مواجهات، 2 فوز للوداد المغربي وفوز للأهلي وتعادل وحيد. بنفكركم ان في نهائي القرن كان المباريات اللي قبل النهائي بين الاهلي والوداد المغربي عودة الاهلي بالفوز في مباراة الذهاب على الوداد المغربي بهدفين نظيفين من كازابلانكا، والفوز في القاهرة بثلاثية مقابل هدف، والإطاحة بأمال الوداد المغربي من البطولة على حساب الأهلي المصري، والرجاء المغربي من البطولة على حساب الزمالك المصري، وصعودهم إلى النهائي القرن في سابقة لم تحدث من قبل. إذا المعايير اللي حصلت بيها واحتفالات لعيبة الوداد في أرض الملعب واحساسهم بتحقيق نصر مبين باحراز هدف في مرمى الاهلي وان المباراه بقت سهله، لا انا بقول لك ان المباراه مش سهله. الاهلي ان شاء الله سوف يعود بهدف في اول ربع ساعه في مرمى الوداد المغربي في كازابلانكا في استاد محمد مركب الخامس. اللي راجع اللقاء وشاف مجريات الشوط الاول وشاف سيطره النادي الاهلي اللي بالطول والعرض على احداث اللقاء واضاعه 3 اهداف وتغاضي الحكم عن ضربتين جزاء واحراز هدف مقابل فرصه وحيده فقط في الدقيقه 39 التي ظهر وتالق فيها مصطفى احمد شوبير حارس المرمى الواعد الذي سوف يكون حارس مرمى مصر الاول خلال العامين القادمين ان شاء الله. جمهور الاهلي افرح انت كسبت، ما تحزنش ان انت كسبت 2-1. احنا جماهير النادي الاهلي حزنت على ان الاهلي اضاع فوزا كبيرا. تصريحات ستيفن فاندربيرغ المدير الفني للوداد المغربي تقول ازاي النادي الاهلي اكتفى بلاعيبته بهدفين فقط وما كانش عندهم شغف احراز الاهداف. ارصف ودن محمد عبد المنعم، اعتني بالباص اللي بتطلعه من رجلك عشان ما تزنقش لعيب معاك ويحصل زي ما حصل في الهدف اللي مني بيه مرمى النادي الاهلي. مروان عطيه وحمدي فتحي واليو ديانج اديتهم مباراه رائعه في مباراه الذهاب، سيطرتم على وسط الملعب خلال الشوط الاول وبذلتم من المجهود الكثير الذي
أثر عليكم عقب الدقيقة 60 من اللقاء، وكان يجب على مارسيل كولر إعادة التدوير لخط وسط الملعب حتى يستطيع اللاعبين والنادي الأهلي العودة إلى السيطرة على وسط الملعب. لما يكون عندي استحواذ في الشوط الأول 82% مقابل 28% للاعيبه الوداد المغربي، الوداد لم يأتي نهائيا. الأهلي سيطر على اللقاء بالطول والعرض رغم التحفظات الدفاعية اللي عاملها ستيفن المدير الفني للوداد المغربي، إلا أن الأهلي كان يصل إلى المرمى يوسف المطيع بمنتهى السهولة. ولولا تسرع ورعونة محمود كهربا في فرصتين من انفرادين حقيقيين لكان للأهلي شأن آخر. ولولا التحكيم الفاجر من معتز الشلماني وتوضيع احتساب ضربتين جزائيتين كان للأهلي رأي آخر، وكنا هنحتفل باللقاء من القاهرة. لكن حتى لو كان النادي الأهلي كسب في القاهرة هنا 5-0، لعيبة النادي الأهلي كانت لن تحتفل وستظل على اعتبارها أن المباراة انتهت بالتعادل ولنا لقاء أمام الوداد المغربي في كذا. الأهلي استعد عقب انتهاء اللقاء، وكانت البداية من تصريح مارسيل كولر اللي استغرب من الناس اللي بتهاجم النادي الأهلي عشان فاز 2-1 بس وأن أمور النادي الأهلي بقت صعبة. مارسيل كولر اللي قال ان التحكيم الافريقي سيء جدا، وقال حكم اللقاء اثار حفيظته في عدم احتساب ضربتين جزاء وطرد يحيى عطية الله. تخيل ان يحيى عطية الله كان هياخد كارت احمر في الدقيقة 78. هل كان يستطيع الوداد المغربي احراز الهدف ام كان سيعود للخلف للتكتل امام منطقة مرماه للمحافظة على النتيجة بس والخروج بها 2-0 فقط لا غير؟ عشان الناس اللي بتتكلم وبتقول ان اخطاء اللقاء الحكم غير مؤثره في اللقاء، وبيقولوا ان الوداد المغربي كان ليه ضربه جزاء على علي معلول نتيجه الدفع باليد في ظهر ايوب العملود. لا، انا هقول لك ان ايوب العملود كان في البدايه قفز فوق ظهر علي معلول واعاقه من الصعود للكره، وكانت في البدايه الكره خطا على ايوب العملود قبل سندت علي معلول على كتف ايوب العملود في الكره الثانيه. إذا كل الأخطاء التحكيمية كانت تسير في اتجاه واحد لصالح الوداد المغربي. فوزي لقجع محرك أعضاء الاتحاد الأفريقي كرئيس البارونيت بما فيهم عصام عبد الفتاح الظالم الفاجر الذي يكره كل ما هو أحمر أهلاوي، الذي يتعنت في تعيين الحكام الفاسدين والفاجرين لمباريات النادي الاهلي زي صادق السلمي وهشام ايرات ومصطفى غربال اللي دخل القائمه السوداء. ويظهر ان تهديد الحكام بعدم تحكيمهم مباريات في بطولات الاتحاد الافريقي بيؤثر ويؤتي ثماره. الاهلي ان شاء الله على موعد مع 11 الاميره الافريقيه ان شاء الله 11 على صدر النادي الاهلي والنجمه الجديده. الاهلي سيعود من كازابلانكا بفوز ان شاء الله لن يقل عن هدفين مقابل لا شيء، وسنحتفل بالكأس في ملعب استاد مركب الخامس، وسيكون لنا صولات وجولات كما لنا في رادس صولات وجولات. كلمة لعصام الشوالي عقب تلقيه او معرفته بالتعليقات اللي قال عليه مرتضى منصور، عصام الشوالي لم يعد محايد في تعليقه على المباريات. كان من باب اولى جبنا معلق مغربي يعلق على اللقاء لم نعترض، لكن عصام الشوالي كان متحيز بفاصل كبير لجماهير للوداد المغربي عن النادي الاهلي. الاهلي هو بطل افريقيا، الاهلي اللي لولا وجوده لكان لأندية أفريقيا جمعاء شأن آخر في البطولات الأفريقية. 16 نهائي يوصلوا النادي الأهلي و6 نهائيات يصلهم الوداد المغربي. فرقتين وصلوا المباراة النهائية 22 مرة، منهم 3 مرات أمام بعض. افرحوا يا رجالة، النادي الاهلي كبير وهيفضل كبير وهيرجع بال11 ان شاء الله وهنستقبله في المطار بالفرحه. خلصت حلقتنا وما خلصتش اخبارنا، واستنونا بتحليل جديد
وتوقعات لمباراة العودة في كازا وطريقة اللعب وتشكيل النادي الأهلي. دمتم وطابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.